تعالوا معايا أقول لكم أنا باحضّر شنطتي إزاي وأنا رايحة للعُمرة. خلاص. أول حاجة أنا باعملها إن أنا باعمل شنطتين على الأقل، على الأقل خالص شنطتين، طبعًا لإني أنا باروح باقعد كام يوم. أول شنطة باجهّزها للولاد، يعني الولاد بيكونوا شنطة لوحدهم وأنا وزوجي شنطة لوحدنا، خلاص كده عشان تبقى هدومنا معروفة وكل واحد عارف هدومه فين. زي ما أنتم شايفين كده أنا بدأت بهدوم بنتي مكة. حطيت هدوم الخروج سطر كده ورا بعضه، فوق بعضها يعني، كده في جنب لوحدها، كده اللي أنا حطيتهم دول هدوم الخروج بتاعة مكة، وجنبهم على طول هدوم الخروج بتاعة حمزة. باحط كل طقم جنب بعضه كده في بعضه، يعني باعمل أطقم الولاد باجهزها على بعضها، وباحط كل طقم في الشورت في التيشيرت مثلًا، أو الفستان جواه التيشيرت بتاعه أو الشورت اللي هتلبسه تحته وهكذا. باحط لبس الخروج فوق بعضه عشان أبقى عارفة إن ده كده لبس الخروج هاخد منه، أو لبس البيت هاخد منه. شايفين أنا باحط الترنجات جنبه من الناحية التانية بالشكل ده كده. خلاص. الحاجة دي بتسهل عليا جدًا وأنا باخد أي طقم منهم سواء بيت أو خروج، وأنا باخد للولاد بابقى عارفة كل حاجة مكانها فين. دي أول حاجة. تاني حاجة بابدأ إن أنا أحط برضه الهدوم الملابس الداخلية بتاعتهم، بابدأ إن أنا أحطها برضه كل واحد الملابس الداخلية بتاعته كل طقم البوكسر مع الفانيلا مثلًا في بعض كده وباحطهم في جنب. الحاجات اللي أنا حطيتها في الشنطة، الشوزات اللي أنا حطيتها دي، أنا حطيتها في الشنطة كده طبعًا من غير أكياس ومن غير حاجة لإنها جديدة لسه ما استخدمتش. لو كانت مستخدمة هاحطها كل مثلًا واحدة في كيس عشان أبقى عارفة هي إيه، وكمان ما توسخش بقية الحاجات اللي معاها. باحط زي ما أنتم شايفين كده الكوتشي باحط جواه الشرابات بتاعته. خلاص. وهنا كمان حطيت التوَّج بتاعة مكة، وهنا أنا عندي الإسدال اللي هي هتلبسه في الحرم. شايفين جميل إزاي؟ كنت شارياه لها هنا أونلاين من هنا، لإن الحاجات دي ما بتبقاش موجودة في السعودية، فأنا كنت شارياه أونلاين من مصر. خلاص كده. هاخد لمكة إسدال وهاخد لحمزة العباية بتاعته، هاوريكم العباية بتاعته. العباية دي أنا كنت شارياها من هنا من مول هنا، حلوة جدًا وشكلها حلو جدًا وكمان الخامة بتاعتها حلوة أوي. هاوريها لكم دلوقتي وهاوريكم التفاصيل بتاعتها. كنت شاريها تقريبا في حدود 55 ريال أو حاجة زي كده، قريبة من سعر العبايات الكبيرة. بس كانت بصراحة حلوة جدا كقماشة وشكل وخامة وكل حاجة، والتفصيل بتاعها والزراير كأنها عباية حد كبير يعني. خلاص. شايفين جميلة ازاي؟ هاخد كده بقى زي ما قلت لكم الإسدال والعباية عشان لو حبوا ان هم نازلين الحرم يلبسوا حاجة زي كده زينا. خلاص. واخدت هنا كمان شنطة الخروج بتاعة مكة، شنطة العيد. طبعا انتوا عارفين البنات بيبقوا عايزين شنطة العيد طبعا في العيد. وهنا جبت شورت الحمزة كده وكمان بنطلون، قلت اخدهم معايا احتياطي. انا حتى لو رايحة يومين ثلاثة بحب اخد معايا هدوم بزيادة، لان انا مش عارفة ظروفي ايه، مش عارفة ممكن اطول مثلا، ممكن افكر ان انا امد الاجازة بتاعتي شوية واقعد وقت اكتر، او ممكن هم يوسخوا هدومهم لا قدر الله، حد يتعب، حد يوقع على نفسه حاجة، فيبقى معايا هدوم بزيادة واحتياطي اكتر. خلصت شنطة الولاد ودخلت على شنطتي أنا وجوزي. باحط الترنجات بتاعته كلها زي ما قلت لكم كده صف فوق بعضها، تبقى هدوم البيت كده مع بعضها، وكمان الأطقم الداخلية على بعضها. خلاص. وباعمل كمان ليّا أنا كمان كده، باحط البيجامات مثلًا اللي هاستخدمها أو الحاجات اللي هاستخدمها في البيت مع بعض، وكمان الحاجات اللي هاوريها لكم دلوقتي. حطيت هنا كمان بنطلونات جينز لجوزي وتيشيرتات خروج عشان لو احتاج ان هو يغير هدومه او ان هو يلبس حاجة زي كده. ولو ان في العمرة والكلام ده احنا بنستسهل الحاجات الطرية، الترنجات والحاجات وبنطلون وتيشيرت وكلام من ده اساسي معايا. لازم اخد وانا رايحة العمرة، باخد الإسدالين، واحد اللي هو إسدال البيت ألبسه مثلا في الفندق، أو لو أنا مثلا خارجة نازلة تحت في الفندق من تحت مثلا أو كده، وآخد إسدال خروج عشان أنزل بيه الحرم لو أنا حابة إن أنا أنزل بحاجة سهلة وسريعة وكمان تكون واسعة. خلاص. يبقى أنا كده خدت إسدالين ضروريين جدا إن أنا أخدهم معايا، أو على الأقل إسدال واحد. وكمان خدت عباية لزوجي ألوان وعباية بيضة. وطبعا البنطلونات لازم بنطلونات تكون قطن او استرتشات تكون قطن البسها تحت العبايات، عشان طبعا بنمشي كتير وعشان بنتحرك كتير، فلازم تكون حاجات قطن وحاجات مريحة على قد ما نقدر. دايما وانتوا بتجهزوا، ربنا يكتبها لكم يا رب العمرة عن قريب او الحج، وانتوا بتجهزوا الحاجات دي تفكروا دايما في اكتر حاجة مريحة ممكن تلبسوها. خلاص. انا زي ما قلت لكم حطيت لبس خروج ليا ولجوزي، وحطيت اسدالات،
وحطيت عبايات، كل الحاجات المريحة باحاول أحطها على قد ما أقدر يعني. خلاص كده. وطبعًا ما ننساش إن إحنا ناخد معانا فوطة أو فوطتين على الأقل، الفوط أساسية جدًا عشان ما نستخدمش الفوط بتاعة الفندق للأمان أكتر والنضافة أكتر يعني. وباحط ورا كده في الجيوب اللي ورا دي، باحط فيها البندانات اللي بالبسها تحت الطرح، وكمان باحط الشرابات، بحيث إن هي تكون إيه، سهلة كده وسريعة وفي مكان واضح، لإن الحاجات دي بتبقى صغيرة وممكن تتوه في وسط الشنطة، زي ما أنتم شايفين كده. بالشكل ده كده باكون مجهزة الشنط بتاعتي. هابدأ بقى دلوقتي إن أنا أقفّل أول شنطة، لإن هي خلاص كده اتملت، مش هتاخد متهيأ لي حاجة أكتر من كده خلاص. وهابدأ إن أنا أي حاجة لسه هاحطها في الشنطة التانية، لإن هي لسه فيها مكان، فممكن إن أنا أحط فيها. شايفين الشنطة دي اتملت على الآخر إزاي؟ فأنا مش ما كنتش ينفع أحط حاجات فيها أكتر من كده. قفّلتها وهابدأ إن أنا أكمّل الحاجات الناقصة أحطها في الشنطة التانية. هتبقى حاجات بسيطة بس لازم تتحط يعني. هنا بقى باحط في الشنطة التانية دي الأحزمة بتاعة جوزي عشان لو حَب يلبس بنطلونات جينز، وطبعًا أساسي جدًا لازم آخد معايا مكوة في أي سفر، سواء في العُمرة أو لو مسافرة مثلًا يومين نتفسح في أي مكان، لازم ناخد معانا المكوة عشان ما نمشيش بهدومنا مكسرة وكده. خلاص. هاقول لكم بقى كمان الشنطة الأساسية جدًا اللي لازم تبقى معايا في أي مشوار زي كده، والحاجات اللي أنا باحطها فيها، باحط معايا فُرشة وكمان مشط، وباحط معايا مزيل عرق رجالي وحريمي وتوَّك وبِنَس، وكمان الأدوية اللي ممكن أستخدمها. خدت معايا كمان الsunblock، وأساسي جدًا وأهم حاجة مرهم كيناكومب بتاع التسلخات، ده ما فيش غنى عنه، ده أساسي ولازم يكون معاكِ، لازم، لازم، لازم يكون معاكِ في الحج والعُمرة، لإن طبعًا اللي مجرّب عارف التعب اللي بيحصل. هاخد زي ما قُلت لكم كده الحاجات دي، وهاجيب معايا كمان أصغر إزازة شامبو تكون عندِك، أو لو مش عندِك إزازة صغيرة، في أزايز صغيرة كده بتتباع إن أنتِ تفضّي فيها حاجة يعني. تجيبي بيبقى طقم كده على بعضه، بيبقى 3 أو 4 أزايز، بتجيبيهم تفضّي فيهم شوية من الشامبو بتاعِك عشان تبقى على قد الشنطة الصغننة دي. خلاص. هاخد بقى زيت الشعر، وآخد معايا كمان perfume. هاحط بقى الحاجات دي كلها في الشنطة دي اللي معايا دي. وأخدت معايا بنادول احتياطي، سواء بنادول إكسترا أو نايت، عشان لو تعبانين وعايزين ننام بالليل بناخد بنادول نايت. فالحاجات دي كلها باجهزها معايا. وأساسي طبعا لازم يكون معانا مناديل، عشان لو الفندق ما فيهوش مناديل يكون احنا معانا المناديل بتاعتنا. كده انا تقريبا قلت لكم كل الحاجات اللي اساسيه تكون معانا. الفرش والمعجون بحطها اخر حاجه خالص واحنا نازلين، عشان لو استخدمناها لحد اخر لحظه. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن تاخدوها معاكم. اما بالنسبة للإحرام بقى، احنا مش بنحرم من البيت، لان احنا كنا يعني بنسافر مسافة مثلا 8 ساعات او 9 ساعات سواقة، سايقين العربية قاعدين في العربية. فلو لبسنا الإحرام من البيت طبعا هيتبهدل وهيتوسخ، ممكن يقع عليه حاجة، مشروبات، أكل، يتبهدل من الطريق. فاحنا بناخده وبنروح الميقات وبنحرم قبل دخول مكة. انا بطبقه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ببقى عيناه نظيف، بس لازم قبل السفر بغسله غسلة تانية من باب النظافة الأكتر، أو إن هو مثلا يبقى ريحته أحسن. ده كده الحزام اللي بيتلبس على الإحرام، جهزته معاه كده مع بعض. وهجيب كيسة دلوقتي واحط فيها الإحرام، عشان ده هيبقى معانا في كيس لوحده بره الشنط التانية، عشان لما نروح الميقات يبقى سهل علينا ان احنا نطلعه. لان احنا لو رحنا الميقات وبعدين قعدنا ندور في الشنط ونكركب وكده هنبهدل الدنيا. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.